النهارده منتخبنا كسب المنتخب الغاني في الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح. هيواجه إن شاء الله في السيمي فاينل في نصف النهائي المنتخب المغربي. عندنا مواجهة مهمة جدا مع المغرب في نصف النهائي. هدفنا الآن هو الفوز بهذه البطولة هي على ملعبك وعلى ارضك، واعتقد امر طبيعي ان منتخب مصر يكون موجود في السيمي فاينل وهيواجه منتخب المغرب. طبعا مواجهه هتكون صعبه، طبعا الهدف لازم يروح للفوز بالبطوله، ان انت الضغط عليك انت كمنتخب مصر، البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك، عندك مواجهه صعبه امام منتخب المغرب اللي يملك في الوقت الحالي جيل من اهم الاجيال اللي موجوده في جميع المراحل العمريه، سواء منتخب تحت 17 سنه او تحت 20 سنه او حتى المنتخب الاول. وشفنا النجاحات الكبيره اللي حققها في الفتره الاخيره، فالكره المغربيه بشكل عام بتعيش نجاحات كبيره جدا، لكن في الاخر احنا نقدر نتعامل مع الوضع الحالي للبطوله ومنتخب مصر. وشفنا النهارده التفوق على منتخب غانا، واحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في البطوله، وواحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في القاره بشكل عام. على النهارده منتخبنا كسب المنتخب الغاني في الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح. هيواجه إن شاء الله في السيمي فاينل في نصف النهائي المنتخب المغربي. عندنا مواجهة مهمة جدا مع المغرب في نصف النهائي. هدفنا الآن هو الفوز بهذه البطوله هي على ملعبك وعلى ارضك، واعتقد امر طبيعي ان منتخب مصر يكون موجود في السيمي فاينل وهيواجه منتخب المغرب. طبعا مواجهه هتكون صعبه، يمكن الانتصار كان مهم لمنتخب مصر وفوز بالشق الانفس في بركلات الترجيح في اللحظات الاخيره. بنتاهل لكاس العالم بعد 12 سنه، اخر وجود لمنتخب مصر في هذه الفئه العمريه كان في 2013، ف 12 سنه كتير جدا ان احنا ما نبقاش متواجدين في الفئه العمريه دي في كاس العالم. بس قبل كأس العالم احنا لسه مكملين في البطولة، لسه عايزين لقب البطولة، طبعا البطولة الأفريقية. عندنا مواجهة في منتهى الصعوبة أمام المنتخب المغربي، ومنتخب المغرب في أبهى الصور، أو كرة القدم المغربية في أبهى صورها في كل المراحل العمرية. مطلوب إيه من الكابتن أسامة نبيه واللاعبين قبل مواجهة المغرب؟ هل يسرحوا مع الفرحة الكبيرة للصعود كأس العالم، ولا لازم يكون في هدف أكبر أو هدف كمان آخر مهم هو الفوز بالبطولة؟ ما فيش حاجه على سبيل المثال في منصبك او في المنتخب تخوفك ان انت تلعب ماتشات كبيره مع منتخبات كبيره، حتى لو المنتخب تلقى الهزيمه عادي. طبعا الهدف لازم يروح للفوز بالبطوله، ان انت الضغط عليك انت كمنتخب مصر، البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك، فمش هنقول ان مالكش حجه، لكن في الاخر انت تخطيت المرحله الاصعب، موجود في السيمي فاينل، عندك مواجهه صعبه امام منتخب المغرب اللي يملك في الوقت الحالي جيل من اهم الاجيال اللي موجوده في جميع المراحل العمريه، سواء منتخب تحت 17 سنه او تحت 20 سنه او حتى المنتخب الاول. وشفنا النجاحات الكبيره اللي حققها في الفتره الاخيره، فالكره المغربيه بشكل عام بتعيش نجاحات كبيره جدا، لكن في الاخر احنا نقدر نتعامل مع الوضع الحالي للبطوله ومنتخب مصر. وشفنا النهارده التفوق على منتخب غانا، واحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في البطوله، وواحد من المنتخبات القويه اللي موجوده في القاره بشكل عام. على قصه الاجيال وبناء الاجيال، فانك تتفوق على منتخب غانا النهارده، فانت قادر تتفوق على منتخب المغرب في السيمي فاينل وتكون موجود في الفاينل. وليه لا؟ اللي انت النهارده بتتاهل لكاس العالم بعد غياب 12 سنه، انك تحقق اللقب الخامس ليك والاول بعد 12 سنه برضو، ان هو برضو اخر لقب حققه منتخب مصر كان في 2013 مع نفس الجيل اللي وصل لكاس العالم، وده كان اخر جيل قدر يوصل كاس العالم ويحقق اللقب. فاعتقد ان الامر لسه موجود في الملعب قبل مواجهه منتخب المغرب يوم الخميس اللي جاي في السيمي فاينل، لكن بشكل عام اشوف ان هو يتعامل بحرص اكتر، ان يكون في اتزان اكتر على المستوى الدفاعي امام المنتخب المغربي، ما يبقاش فيه المساحات اللي احنا شفناها النهارده في بعض الفترات قدام منتخب غانا. محتاج يكون التركيز بتاع اللعيبه اكتر من كده، يوصل لحاله من الاستشفاء مع اللاعبين لاكتر من كده. الفرقتين او المنتخبين لعبوا النهارده اكسترا تايم، سواء منتخب المغرب امام سيراليون او حتى منتخب مصر امام غانا، فالاثنين مضغوطين بدنيا والماتشين كانوا في نفس التوقيت، فما فيش حد متفوق على حد براحه اكتر. فاعتقد منتخب مصر لازم يركز على الاستشفاء اكتر للاعبين. كابتن اسامه محتاج انه يخرج اللعيبه من نشوه الفرحه بتاعه التاهل لكاس العالم، والتركيز يروح خلاص انت حققت مهمه، يبقى ليك مهمه ثانيه هي الفوز باللقب. هيا بنا إلى المونديال. المونديال ينادي المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، والنصف النهاية ونهاية كأس إفريقيا، نصف نهاية كأس إفريقيا. ألف مبروك، تريون مبروك، مليار مبروك. المنتخب المغربي في مونديال الشيلي تأهل المونديال الشيلي بفضل مجهودات اللاعبين بفضل مجهودات الجامعة اللي موفرها المنتخبات المغربية، ولات تأهل المونديال عادي عندها، يعني تأهل لأوديسات المونديال، تأهل الأوفا المونديال بعد مقاومة من الحكم هو اللي قاوم، بقى غير راسو، ما بغاش يسيف لي ضربة جزاء، ما بغا سيراليون، يعني سيراليون لعبت شوية، مي الحكم كان منحاز بزاف وبغى يهرس الوجوه. مي المهم
في الاخير المنتخب المغربي تفوق عليهم بهدف ل0 وتاهل النهائيه، تاهل نصف النهائيه ان شاء الله باذن الله النهائي مع المنتخب المصري. كاين المقابله اللي غادي تجري مع المنتخب المصري. المنتخب المصري شفناه كان فايز على غانا وولات عليه غانا تلعب كره مليح، مي المنتخب المصري بالخوف ديالهم وكذا منه هو اللي وصلهم لنصف النهائي وصلهم للمونديال. بصح المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله يزيد يحسن من الاداء ديالو، يزيد يطور الفعاليه، يزيد خاصو اللمسه الاخيره خاصها تكون فعاله. اليوم عبد اللهوي ولا سميتو ضيع راه تقريبا شي 3، يعني خاص اللمسه الاخيره تكون فعاله ان شاء الله باذن الله في النصف النهائي ويتاهل للنهائي ويجيب معه اللقب، لانه سنه ديال المغرب ان شاء الله بامتياز. السنه هذه ديال الحصاد، ومورها ان شاء الله غادي يجي الخير بحال والو، يجي كاس العالم الحاجه الكبيره في 2026 وتكون هذيك هي الحاجه الكبيره. نتمناو التوفيق المنتخب المغربي في نصف النهائي ضد منتخب مصر. يحتفلوا اليوم ينساو المونديال ويفكروا في النصف النهائي، لانهم مازال مشوار باقي لهم مقابله على النهايه، وان شاء الله باذن الله يعرفوا يجاريو ديال النصف النهائي مع المنتخب المصري. وسابق المنتخب المغربي يربحهم، ولكن يعرف يجاري معاهم، وان شاء الله باذن الله ما يكون غير خير ويفوتوا للنهايه. اليوم غادي نرد على واحد ديال صحافه زيكو اللي قال لك افضل لاعب عربي وافضل لاعب افريقي امين قويري. امين قويري مسكين عاد بادي في المشوار ديالو، عاد بدا قال بسم الله. علاش صحافه زيكو راكو ديروا هاد التهليل وتبلبيل ودرت انت العنوان ديالك افضل من اشرف حكيمي؟ انت مريض في راسك، انت مهبول. حقق المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى كأس العالم للشباب بعد انتصاره المستحق على منتخب سيراليون في ربع نهائي كأس إفريقيا المقام على الأراضي المصرية. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار عادي، بل كان بوابة نحو العالمية، حيث ضمن الأشبال تواجدهم بين كبار العالم في مونديال الشباب للمرة الرابعة في تاريخ المغرب. ولم يتوقف الحلم عند التأهل إلى المونديال، بل إن الفوز على سيراليون منح الأشبال بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، لتبقى خطوة واحدة فقط من الوصول إلى النهائي والمنافسة على التتويج باللقب القاري. جيل جديد يبصم على حضور قوي ويبرهن أن المستقبل يحمل الكثير للكرة المغربية. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.